ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده القراقيش. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. من كتر ما هي سهله وبسيطه انا بعملها على طول، كل ما بتخلص بعملها تاني. مقاديرها بسيطه جدا متوفره عندنا في البيت. بشويه دقيق بس وحبه زيت هتعملي احلى قراقيش لولادك، ضامنه النظافه بتاعتها. وانتي اللي عاملاها بايدك. حاجة كده. شوفي شكلها حلو ازاي. مفرغة من جوه خالص وهشة، وفي نفس الوقت مقرمشة. هتقدميها مع كوباية شاي على الفطار. هنشوف بقى مع بعض ايه سر التسوية بتاعتها، وايه المقادير المظبوطة اللي هتخليها تطلع معانا حلوة بالشكل ده. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تستفادوا من كل خطوة فيه. انا هبدأ اول حاجة بالخميرة الفورية. هجيب كوباية فيها نصها مية دافية، مش سخنة، دافية. احط فيها معلقة سكر كبيرة واقلبها كويس، وهضيف معاها معلقة خميرة فورية، وهركنها بقى على جنب علشان تتفاعل. لو انت الخميرة بتاعتك ضمناها ممكن تشتغلي بيها على طول. بس انا بصراحة كنت لسه جايباها فمش عارفة كانت شغالة حلو ولا لأ، فحبيت اختبرها الاول. وهجيب بقى معايا نص كيلو دقيق. انا شغاله على نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ده عباره عن 3 كوبايات ونص. لو ما عندكيش ميزانه من المج بتاعنا بتاع الشاي العادي انا نخلته. هضيف عليه ذره ملح صغيره خالص، وهضيف عليه معلقتين سمسم كبار. السمسم ده انا منقيه كويس، انا جبته من العطار بس نقيته برضو عشان لو في اي حاجه او اي شوائب ولا حاجه. هقلب المقادير مع بعض كلها بقى. هضيف كمان معايا نص معلقه كمون حصى. الكمون الحصى ده حلو قوي، ادي طعم حلو للقراقيش. ممكن كمان تضيفي ينسون لو حابين. هنخلط المقادير على بعض كلها كده برضو. انا ضفت نص معلقه بيكنج باودر. هي ما بانتش في التصوير دلوقتي، هي بانت بعد كده لاني كنت نسيتها اهيت. خلاص كده مقاديرنا كلها كده مظبوطه. هجيب بقى كوبايه الا ربع زيت على سمنه، خليط على بعضه كده، وهضيفه على الدقيق بتاعي وهبسه بقى كويس قوي. البس ده بقى اللي بيخلي معاكي القراقيش بتطلع حلوه وهشه كده من جوه وطعمها رائع. دي احلى طريقه لعمل القراقيش، انك تبسي الدقيق مع السمنه والزيت كويس قوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الخميره بتاعتي اتفعلت خالص اهيت. هضيفها بقى. انا في الاخر هقول لكم انا ضفت قد ايه ميه بالظبط على النص كيلو دقيق. هحط الخميره. انا مش بعجن، انا بلم العجين بس، مش بعجن، بلم الدقيق مع الخميره. انا حطيت نص الكوبايه اللي كنت حاطه فيها الخميره دي، وضفت كمان ربع كوبايه ميه. هو ده كان مقدار تمام قوي. طبعا الدقيق كله مش زي بعضه، ممكن يختلف من دقيق لدقيق. يعني ممكن تحطي ميه اقل، ممكن تحطي اكتر تبع الدقيق. انا سيبها بس 5 دقايق ترتاح، انا مش سايباها تخمر، هي ترتاح بس على ما اجيب الصاج واظبطه. انا جبت الصاج بقى اللي هعمل فيه، مش هدهنه زيت ولا هدهنه حاجه خالص. العجينه بتاعتي جميله وحلوه ولينه خالص معايا. هشكلها بكل بساطه وكل سهوله. هعملها رول زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبططه زي يعني نص سنتي، يعني عشان ما تطلعش معانا لانها لسه هتخمر. مش عايزينها يعني عاليه قوي، عايزينها ايه، العلو بتاعها يكون بسيط. فانا هسيبها نص سنتي بس بالشكل ده.
هسوي بقى العجينة بتاعتي كويس، مش عايزين بقى حتة عالية وحتة واطية شوية، يكون كلها سوا واحد. وهنقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه. لو انتوا عايزين الحجم اكبر من كده هتقطعوها، بس الحجم ده كان مناسب معايا قوي. الصاج بتاعي طبعا مش مدهون حاجة، هرص بقى فيه القراقيش بالشكل ده. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، انا عاملاها سادة ومش هحشيها اي حاجة، انا حباها كده قوي. احنا عملناها مع بعض بالعجوة، ولو حابين تعملوها تاني بحشوة ممكن تعملوا الحشوة اللي انتوا عايزينها. انا كده بقى الكمية خلصت كلها معايا بالشكل ده. اعمل لي كمية حلوة قوي، النص كيلو. هسيبها بقى تخمر، الجو ساقعة، هسيبها تخمر حوالي ساعة الا ربع. وبعد كده هدخلها على فرن يكون درجة حرارته عالية، اكون مشغلاه قبلها بربع ساعة وعشر دقايق في الرف الاوسط. وهسيبها بقى هتاخد، اول ما تدخليها الفرن بعد 10 دقايق تهدي النار تخليها وسط، وسيبيها بقى تستوي معاكي وتابعيها. هتطلع معاكي حلوة كده ومقرمشة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، واتكوا على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انا بعمله. وشكرا لكل حبايبي اللي اشتركوا معايا جديد في القناة. وشكرا لكل متابعيني اللي منوريني على طول. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم في امان الله.